عندك كلاوي في التلاجة أو عندك مخاصي أو عندك الاتنين ومحتارة تعمليهم ازاي؟ النهاردة هنعملهم بتتبيلة رهيبة بطعم يجنن بطريقة حلوة جدا. الريحة كانت واصلة لغاية آخر الشارع. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله. ندخل نشوف عملناهم ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة جهزت الكلاوي، طبعا نضفتها كويس وقطعتها مكعبات صغيرة بالشكل ده. تمام. وكمان عندي المخاصي برضو متقطعة كده جاهزة، هي جاية لي كده جاهزة متقطعة بالشكل ده، بس تنظيفها وتقطيعها سهل جدا. أول حاجة هعمل تتبيلة حلوة قوي للكلاوي، وهسيبها تتبل كده أقل حاجة نص ساعة. جبت الطبق اللي أنا مقطعة فيه الكلاوي ونزلت عليه ببصلاية مفرومة، وكمان معلقتين كده من الثوم، معلقة كده كبيرة من الخل، وده هيمنع لي الزفارة خالص وهيخلي ريحتها حلوة جدا. ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة من الشطة، وكمان نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ونص معلقة صغيرة من الكمون. وهقلبها كويس جدا في التتبيلة دي. مش قادرة أقول لكم بقى التتبيلة دي بتفرق جدا في الطعم، وأقل حاجة تسيبيها نص ساعة وهتلاقي الطعم والريحة اختلفت تماما. وهقلبها كويس في التتبيله ديت واغطيها واسيبها تتبل وتنزل ميتها والبصل كمان ينزل ميته وتتشرب منها كويس جدا. في الوقت دوت بقى جبت طاسه على النار ونزلت فيها كده بشويه من الزيت، وهبدا اشتغل في المخاصي. ونزلت كده بالمخاصي زي ما هي كده بميتها، وهقلبها كويس جدا. وهلاحظ ان انا كل ما اقلبها وكل ما هتبدا تاخد راحتها كده على النار هتنزل في الميه، والميه ديت اللي هي بتستوي فيها. واول ما لونها يفتح معايا بالشكل دوت هنزل كده بمعلقتين كبار من الثوم المفروم، وهقلبها كده في الثوم بالشكل ده. طريقتها سهله جدا وحلوه قوي قوي. دلوقتي بقى هبدا انزل بمعلقه صغيره من الملح، وكمان معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وكزبره ناشفه نص معلقه صغيره بتديها طعم وريحه حلوه قوي، ونص معلقه صغيره من الشطه. وهي دي التتبيله بتاعتي. وهقلبها كويس جدا. بصوا كل ما بتتقلب وكل ما بتاخد كده تغلي على النار بتنزل ميه كتير، وكمان حجمها بيقل. فاحنا بقى كان نلاحظ كده لو قطعه معانا كبيره شويه ببدا اقسمها كده نصين، بس هي بعد ما بتستوي حجمها بيقل كمان. بصوا كل مدى بتنزل ميه ازاي. هسيبها بقى تغلي على النار، وكانت ريحتها بجد تجنن، ريحتها حلوه قوي. في ناس بتضيف لها بصل، بس انا بحبها كده بتوم بس بتبقى احلى بكتير. وهسيبها بقى لغايه ما تتشرب ميتها دي، وهي دي الميه اللي بتستوى فيها. اول ما تبدا تتشرب من الميه بنزل كده بقرنين من الفلفل الرومي او الحامي او الوسط. انا نزلت كده بفلفل وسط، قرنين من الفلفل كده مقطعاهم بيدوها ريحه وطعم حلو قوي. وحي دوبك هقلبها تقلبتين كده وبتبقى المخاصي خلصت معايا وجهزت، وما بتاخدش اي وقت. ومش قادره اقول لكم كانت الريحه عامله ازاي، بجد تجنن حلوه جدا. ودي احلى طريقه واحلى تتبيله للمخاصي. كده خلاص هي خلصت معايا، وبصوا اتحمرت وخدت لون حلو قوي. دلوقتي هجهزها خلاص وهنزل بيها في طبق التقديم. تعالوا بقى نعمل الكلاوي اللي اتبلت معايا. هنزل كده بمكعب او معلقه من الزبده، وعليها كمان معلقه كبيره من الزيت، او ممكن تنزلي بمعلقه من السمنه، او معلقه كمان من السمنه البلدي لو في سمنه بلدي بتبقى خطيره. وهبدا انزل بالكلاوي المتبله بتاعتي. طبعا هي متبله كل التوابل ما عدا الملح. الملح ده بقى بيتحط في الاخر علشان ما يخليهاش تشد او تغيب في السوا. ببدأ اقلبها كويس جدا بالشكل ده، وكانت ريحتها تجنن. يا دوبك كده قلبتها تقلبتين، ونزلت كده بقرنين من الفلفل الحامي، وقرن كده نص قرن من الفلفل الرومي الاحمر، وبيديها طعم وريحه حلوه جدا. وهنقلبها كده مع بعض، وهنلاقيها كمان بتنزل ميه. بصوا بتنزل ميه ازاي. انا كمان ضفت ربع كوبايه من الميه علشان اضمن ان هي استوت كويس جدا وما تمضغش ولا تشد معايا خالص. دلوقتي بقى اول ما احس ان هي استوت هنزل كده بمعلقه صغيره من الملح. يعني الملح ده بيتحط في الاخر خالص. وبقلبها بقى تقلبتين، ومش قادره اقول لكم الريحه كانت عامله ازاي. بجد الريحه حلوه قوي. احلى بجد واجمل تتبيله للكلاوي وللمخاصي. الطريقه كانت حلوه قوي. جربوها يا حبايبي بجد بنفس الطريقه دي هتعجبكم جدا. وهنا كانت خلاص اتسبكت معايا واتحمرت، وهنزل بيها بقى في طبق التقديم. كده كانت جهزت معايا. بصوا لونها حلو ازاي، طعمها كمان يجنن، حلوه جدا. وكمان المخاصي بعد ما حطيتها برضو في طبق التقديم
طريقة جميلة جدا وسهلة ومش هتاخد منكم اي وقت. اتمنى يكون النهارده الوصفة والطريقة عجبتكم. ما تنسوش يا حبايبي لايك وشير للاصدقاء. ما تنسيش كمان دوسي على تفعيل الجرس علشان يوصلك اي فيديو اي جديد بنزله لو بتتابعوني من القناة. لو بتتابعوني من الصفحة لايك للصفحة ولايك للفيديو، تعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدا. وكمان دوسي على كلمة متابعة علشان تتابعيني في اي فيديو اي جديد انزله. اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.